ده مليجي صاحب محل بيقول لزميله انا نزلت السعر عشان ابيع اكتر والمكسب اختفى. حسنين زميله بيرد عليه ويقول له وانا رفعت السعر والزبون اختفى. عايز اقول لك بقى ان الاتنين غلط، لانهم ما فهموش ان التسعير مش ارقام، التسعير استراتيجية. في الحلقة دي بقى هتعرف ازاي تحط السعر الصح اللي يخليك تبيع وتكسب في نفس الوقت. دي صاحبة مغسلة كانت بتنافس على السعر الارخص وفضلت تقلل السعر لحد ما خسرت العملاء بتوعها وما بقتش حتى قادرة تدفع الايجار. لكن لما غيرت الاستراتيجية والنظام وبقت بتبيع النظافة العالية وراحة البال، مش بس غسيل هدوم، ضاعفت الأرباح والعملاء زادوا عندها من غير ما تزود الأسعار كتير. السر مش في أرخص سعر، السر في القيمة اللي الزبون حاسس إنه بياخدها. التسعير مش مجرد رقم بتحطه على المنتج، التسعير نتيجة 3 حاجات: تكلفتك، قيمتك في نظر الزبون، 3 منافسيك في السوق. يعني تقدر تقول إن التسعير بيساوي بين قوسين تكلفة زائد قيمة زائد السوق على التوازن. لو اعتمدت على عامل واحد منهم بس المشروع هيتعب. اللي بيحسب التكلفة بس هيخسر قيمة، واللي بيسعر على القيمة بس ده ممكن يطير من السوق اساسا. طيب ازاي تحدد سعرك صح خطوة بخطوة؟ تعال نحسبها عمليا على كوباية عصير او منتج بسيط. تكلفة الكوباية بتساوي 10 جنيه، مصاريف عامة لكل واحدة 3 جنيه، ولنفترض ان هدف الربح يبقى 30%. يبقى أقل سعر منطقي بيساوي 10 زائد 3 زائد 30%، يعني حوالي 17 جنيه. بس السعر النهائي مش هو اللي طالع في الآلة الحاسبة، السعر النهائي هو اللي الزبون هيقتنع انه يدفعه وهو راضي. يعني لو القيمة اللي بتقدمها اقوى واعلى من المنافسين ممكن تبيع ب20 او 25 عادي جدا وتفضل كسبان. في نقطة التسعير في بقى 4 غلطات ممكن تخلي المشروع يفلس. اول حاجة التسعير على الاحساس مش الحساب. رقم 2 انك تنسى التكاليف المستخبية او الصغيرة زي الكهرباء، النقل، الهالك. رقم 3 البيع بسعر اقل من السوق بداعي الخوف، خايف للزبون يسيبك ويروح لغيرك. رقم 4 عدم تعديل الاسعار مع الوقت. مفيش حاجة اسمها سعر ثابت، في سعر بيتطور معاك ومع ظروف السوق. تعال بقى اقول لك 3 استراتيجيات ممكن تغير بيها شكل شغلك بالكامل. رقم 1 استراتيجية القيمة، بمعنى خلي الزبون لما يشتري منك يحس انه بيشتري راحة البال مش منتج والسلام. رقم 2 استراتيجية الحزم، يعني اعمل باقات زي بدل قطعة واحدة خد 3 قطع وخد عليهم خصم هدية. رقم 3 استراتيجية التدرج، خلي دايما عندك منتجات او خدمات عالية ومتواضعة عشان تدي احساس بالمقارنة النفسية. وفي الاخر دايما الزبون هيختار المتوسط، بس انت اللي دايما بتحدد المتوسط ده هيكون فين. تعال بقى ناخد مثال بسيط على كل دول عشان تفهمني اكتر. شوف مثلا صالون الحلاقة اللي بيعمل قصة الشعر ب100 جنيه بس تلاقيه حاطط جنبيه ورقة عامل عليها باقة ب150 مثلا تشمل الشعر وماسك والاستشوار. معظم الزباين بيختاروا الباقة وهو كده كسب اكتر. الذكاء مش في الرقم، الذكاء في ان ازاي الزبون يشوف الرقم ده بعينه مش بعقلك. الخلاصة ان اللي بيسعر صح بيعيش، واللي بيسعر بالعشوائية هيفضل يبيع ومش فاهم هو ليه ما بيكسبش. عايز اقولك ان الفيديو ده الحلقة الرابعة من سلسلة ازاي تدير مشروعك صح، وهتلاقيني حاطط لك فيديوهات السلسلة كلها في قائمة تشغيل واحدة اللي هي دي، وهتلاقي اللينك بتاعها في وصف الفيديو. طيب لو انت استفدت من الحلقة اعمل لايك واشترك في القناة، سيب لنا كومنت تقول فيه انت بتسعر منتجك ازاي وايه المشكلة اللي ممكن تكون قابلتك في التسعير وعاوزنا نوضحها اكتر. سلام.